اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. جايلكم النهارده في فيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله يعجبكم. يوم من ايام المصيف يا جماعه. طبعا زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات انا رجعت، بس كل بقى فيديوهات المصيف لازم انزلها لكم واقول لكم يعني انا عملت ايه وكده. زي ما انتم متعودين معايا ما بخبيش عنكم حاجه، واي حاجه بعملها الصراحه بنزلها على طول. تمام. ده كده اول اليوم يعني. كنت بقوم املى الكولمن. الصراحه كانت ايام جميله جدا جدا. بس انا عايزه اقول لكم كده في الاول، اللي بتتفرج على الفيديو اول مره تشوفني كده تشترك في القناه عشان يوصلها مني كل جديد، وكمان تعملوا له لايك. وعايزه اقول لكم كمان ان انا زعلانه منكم، يعني زعلانه من كل اللي بتتفرج على الفيديو ما بتعملش لايك وما بتعملش تعليق. واقول لكم كمان نفسيتي تعبانه جدا جدا. كنت عايزه انزل الفيديو امبارح لكن ما جاليش نفسي اصلا اسجل الفيديو. ليه؟ التفاعل على القناه بصوا ضعيف وبطيء وحاجه يعني تجيب اللي اقول لكم على حاجه تجيب اللي هي سادة النفس والله العظيم. يعني بصوا، انا زي ما قلت لكم قبل كده بحب الروتينات، وبحب انزل كده فيديوهات وبتجيب لي طاقه ايجابيه، وبحب كمان اديكم طاقه ايجابيه وكده. ويعني معاها بقى التعليقات بقى الحلوه بتشجعني اكتر يعني، واللايكات والاشتراكات بتشجعني لما بشوف القناه كده ب يعني بتزيد كده يعني بتتقدم، ببقى فرحانه. لكن بشوفها واقفه بقالها، عايزه اقول لكم بقالها اسبوع كده واقفه. فجابت لي احباط الصراحه. يعني يعني خايفة افكر ان انا مثلا ما كنتش انزل فيديوهات وكده، يعني مش عايزة اروح ناحية الاحباط ده خالص، لان معايا مشتركين حبايبي بحبهم في الله والله، ويعني بنزل الفيديو عشان يكلموني. متشكرة على كل واحدة بتكتب لي تعليق حلو، بتشجعني والله، اي كلمة بتكتبوها لي بتشجعني. ولكن صراحة أنا معايا الفيديوهات دي من زمان، بس عندي حالة اكتئاب وإحباط إن أنا ما فيش تفاعل حلو يعني على القناة وكده. أنا بديكوا طاقة إيجابية في الفيديوهات وكل الفيديوهات اللي فاتت. لكن الصراحة الأيام دي كده الأسبوع ده كده كل ما باجي أبص على القناة ما فيش لايكات، ما فيش تعليقات. بكلم يعني بحس كده ان انا بكلم نفسي يعني. عايزه اقول لكم ان انا ان انا بحبكم والله، بحبكم في الله، وان انا فاتحه القناه عشان خاطر يبقى لي اخوات، يعني اخوات كتير كده اكلمهم ويكلموني، يكلمون عن اي حاجه وانا اكلمهم برضو عن مشاكل الحياه، عن الاحباطات والحاجات اللي بتقابلنا والكلام ده كله. وعايزه اقول لكم كمان حديث الساعه كمان، يعني زاد وغطى حديث الساعه اللي هي الثانويه العامه. بصوا مهازل السنه دي كده يعتبر مهازل الثانويه العامه. عايزه اقول لكم ان ناس كتير حواليا، وفي حاجات بتحصل كتير حواليا، يعني من اللي بيحصل في الثانويه العامه والكليات والكلام ده كله. بصوا عامل للمصريين كلها احباط والله العظيم. يعني انا مش عايزه اديكوا طاقه سلبيه، لكن المصريين كلهم بيعيشوا الايام دي كده في حاله احباط من كل حاجه، من كل الاخبار هنلاقيها منين ولا منين، زياده الاسعار ولا من ولادنا اللي في الثانويه العامه اللي جالهم احباط، اللي حلو، اللي جايب درجات عاليه جدا جدا، واللي جايب درجات في النص على التنسيق ما بقوش عارفين يدخلوا كليات والكليات الخاصه بقى كترت. كليات الخاصه بقى اللي بيدخلوها بالفلوس كترت، وبقت الكليات التانية الحكوميه واخده من مجاميع عاليه جدا من فوق ال 93% والكلام ده كله. زي ما يكون كده الايام دي كده مش عارفه انا بس اللي كده ولا انتوا، يعني انا مش عايزه اجيب لكم احباط. انتوا عارفين ان انا كل فيديوهاتي الصراحه بشجعكم، بس غصب عني والله الايام دي كده جاي لي احباط من كل ناحيه، حاسه بظلم في كل يعني بظلم في كل حاجه، في مصر. بالنسبة لي وبالنسبة للقنوات، أنا الحمد لله بتعب على القناة وبحبها، وبحب أقدم كل حاجة صادقة، وإن أنا يعني بقدم كل حاجة ومحتوى يعني محتوى صادق ومحتوى محترم. لكن ما بلاقيش تفاعل، ما بلاقيش حاجة الصراحة يعني. زي ما قلت لكم ماشية ببطء.
من ناحية تانية كمان حكاية الثانوية العامة حديث الساعة، يعني كل ما بقعد على الفيس بلاقي مهازل في الثانوية العامة، دفع فلوس، كان في دفع فلوس من زمان أيام الامتحانات عشان خاطر يغشوا والكلام ده كله يعني. فالصراحة أنا أساسا قضيت أيام حلوة جدا في المصيف يا جماعة، والله العظيم قضيت أيام حلوة جدا أنا بتكلم من قلبي والله لإخواتي وحبايبي. كل حاجة كل حاجة. الفيديو النهاردة كده الأول هقول لكم يعني كنت بصحى من النوم املى الكولمن كده وكل طاقه، كان لسه نتيجه الثانويه العامه ما بانتش وكده يعني، وكان لسه يعني ايه على نتيجة الثانوية العامة هي ظهرت وانا هناك، ولكن كان لسه بقى التنسيقات واللي هي الكليات الخاصة دي ما ظهرتش قوي، والظلم ما بانش قوي، كانت هي باينة بس. لكن لما رجعت الصراحة عايزه اقول لكم اخبار سيئه، يعني سبحان الله اخبار سيئه في كل حاجه، في حكايه الثانويه العامه، في حكايه الاسعار، في حكايه البلد يعني وكده. فانا كنت هناك في المصيف، يعني عايزه اقول لكم كنت بقضي اجمل ايام حياتي، 6 ايام او 5 ايام ونص كده، بس كانوا دول الصراحه كل ما بفتكر كده بقعد مع نفسي بزعل الصراحه. بزعل ان انا اساسا يعني ايه جيت، ودي كانت ايام حلوه. فكنت بصحى من النوم املى الكولمن كده وكمان اغسل الهدوم اللي كنا بيها من امبارح يعني في البحر وكده برضو وكده يعني. وكانت معايا اختي بقى وولادها، وكان القعده بقى واللمه دي حلوه يا جماعه، وخصوصا لما بنكون ما ايه هنخرج وكده. طبعا انا من الارياف، يعني ايه الخروجات في الارياف مش قد كده، فممكن اقعد بالاسبوع ما بخرجش غير هي مره واحده بس، اروح السوق واجي. فانما هناك بقى في المصيف كنت كل يوم لازم نخرج الصراحه. كنت بقوم اغسل هدوم املى الكولمن، نحضر فطار في اليوم ده الصراحه. بعد ما غسلت الهدوم اختي بقى كانت قعدت هي بعتت الولاد يعني السوبر ماركت وجبنا شيبسي، وبعتتهم جابوا طعميه، وكانت هي بتقعد بقى تعمل ايه، تعمل سندوتشات. هي هيصه بتبقى هيصه صحيح، لكن اللمه حلوه، وال يعني ايه اللمه حلوه كده مع بعض كده وبنفرح يعني وكده. كان اولادها واولاد الصراحه يعني والعدد كبير، فكانت بتعمل سندوتشات للي عاوز بقى، اللي عاوز شيبسي بس بياخد، اللي عايز جبنه على شيبسي، اللي عايز طعميه، واللي عايز اكتر من سندوتش او 2 او 3. فهي قعدت كده فرشت الصينيه، وجبت لها انا الحاجه، وهي عملت ايه السندوتشات للولاد وكده. وانا رحت المطبخ عملت شاي. تمام. وهنروح النهارده على حمام السباحه كده، لسه لنا يوم واحد في المصيف يا جماعه. صراحه كانت ايام جميله جدا جدا. عايزه اقول لكم من بعد ما جيت وانا بصوا يعني ببص بقى على القناه شويه، بلاقي القناه مشاهدتها ضعيفه والاشتراكات فيها ضعيفه وما فيش تفاعل اساسا. فمش جاي نفسي استنى افتح كاميرا ولا اصور اي حاجه من ساعه لما جيت. يعني عملت شويه حاجات كده بسيطه في البيت، صورتها لكم برضو عشان بس اقعد يعني وكده. لكن الروتينات بقى عايزه بصوا مستنيه دافع كده، مستنيه حاجه كده ايه تزقني زقه بس بسيطه. انا بحب القناه وبحب الشغل على القناه، بس لكل واحد بقى بيجيله شويه ايام بيجيله احباط، بيجيله احباط. ما بقاش عايز يقوم من مكانه الصراحه يعني. عايزه اقول لكم ان ساعات بفوت الايام. بطبخ شوية كشري كده الأيام دي كده، وأحمر بطاطساية وخلاص يعني. لما بكون فرحانة ست البيت، لما بتكون فرحانة كده وعندها طاقة إيجابية، بتبقى عايزة تهد الدنيا كده وتبقى الحياة حلوة كده. أما لما ست البيت بتكون زعلانة الصراحة كل البيت بيحس إن هي زعلانة، بيحسوا بفرق بقى، انت ما بتقوميش ليه وكده. فعايزة زقة، عايزة دفعة كده، حاجة تحصل لي كده حلوة، تخليني اقوم بقى واتشجع واعمل يعني. فاهمين؟ فحبايبي اللي بيتابعوني وبيتفرجوا عليا، يعني مش هتخسري حاجة لو عملت لي لايك، لو عملت لي تعليق حلو. كل اتفرج على الفيديو كده بالصدفة تعملي تعليق حلو، اشترك في القناة عشان يوصلها مني كل جديد، عشان تشجعنا اعمل لكم فيديوهات تتفرجوا عليها وتجيب لكم طاقة ايجابية، وانوع لكم كده برضو في الفيديوهات. وكده يعني. تمام. النهارده كده الفيديو كلام من قلبي والله، احساس كده عايزه اقوله لكم يعني. حالتي النفسيه اليومين دول، يعني حالتي النفسيه اليومين دول مضطربه جدا جدا يا جماعه.
بصوا، فتعالوا بقى نعيش شويه الايام اللي انا عشتهم في المصيف. زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات، انا رجعت بقالي يومين ثلاثه كده. لكن الفيديوهات دي لما بتفرج عليها الصراحه ببقى فرحانه جدا جدا، بتفكرني بايام حلوه، وفي نفس الوقت ببقى زعلانه ان انا جيت وسبت الايام الحلوه دي يعني. تمام. ان احنا خرجنا يعني وكده. عملت الشاي وكلوا سندوتشات، يعني كنا الظهر كده فطروا يعني الظهر، وعملنا شاي عملت شاي للكل يعني. صراحة كان ولاد اختي وولادي وكلنا عايزين شاي جنب السندوتشات يعني، وفطرنا. وبعدين طلعنا على حمام السباحة. احنا كنا مفوتينها كده، يوم بحر ويوم حمام سباحة. تمام. زي ما قلت لكم، لما بخرج ببقى عايزه اعمل كل حاجه واستمتع بكل حاجه، عشان خاطر يعني ايه، ما بنخرجش بحر وحمام سباحه غير لما بنكون بس ايه في المصيف وكده. آم، فاستمتعنا الصراحة بكل حاجة في المصيف. الصراحة كنا مفوتينها، يوم بنطلع على بحر ويوم بنطلع على حمام السباحة. ففي اليوم ده كنا رايحين حمام السباحة الصراحة، بنقعد اليوم كله يعني. بنفطر ونصلي الظهر ونمشي بقى، ونروح بقى نقعد طول النهار، نقفل الشقة كده ونروح نقعد طول النهار. الجو بيبقى هناك تحفة يا جماعة، بيبقى كده ايه، طراوة وجميل جدا. طبعا احنا كنا بنقعد هناك على حمام السباحة في اتنين، في واحد صغير للستات وكده، وفي واحد كبير اللي قدام منه الايه، مراجيح دي. فاحنا رحنا مرة قعدنا قدام اللي هو الصغير، لكن بقى اخر مرة البنات قالوا لنا ايه، طب احنا عايزين نروح بقى نقعد هناك قدام اللي هي اللي هو الكبير بقى. فروحنا قعدنا بقى قدام اللي هو حمام السباحة الكبير، لكن كنا خايفين جدا لانه غويط على العيال الصغيرين يعني وكده. فبينزلوا بالعوامات بتاعتهم، بينزلوا بالعوامات بتاعتهم، وبيبقوا في الحتة اللي هي ايه، عالية شوية، ما بيروحوش في الحتة اللي هي غويطة دي. تمام. يعني كان تغيير، وكنا اخر مرة بقى نروح فيها حمام السباحة. تمام. لانه احنا كده رحنا على البحر بقى مرتين وحمام السباحة مرتين، وكان مفضلش غير يوم واحد. بكرة ان شاء الله هسوقها يعني، هنزله لكم يوم مفاجأة بقى. تمام. اخر يوم لنا يعني ان شاء الله، بكرة هنزله لكم ان شاء الله. بس عايزاكم بقى تشجعوني يا جماعة، تشجعوني باللايكات والتعليقات الحلوة كده، عشان تزقوني زقة كده ان انا اقوم اخلص اللي ورايا يعني. تمام. بصوا، اليوم ده كان يوم تحفة جدا جدا. زي ما قلت لكم، طلعنا بقى بعد ما فطرنا وكده وشربنا الشاي على حمام السباحة، وقعدنا بقى اللي هو على الحمام الكبير. طبعا كنت قاعده انا واختي، وكلهم نزلوا، انا واختي نزلنا شويه بقى في هو بتاع اللي هي بتاع الاطفال والنساء اللي هو الصغير، نزلنا شويه، وبعد كده قلنا نروح نقعد بقى شويه بعد العصر كده في الطراوه. والصراحه بيبقى الجو جميل جدا جدا يا جماعه. بيبقى الجو تحفه خالص وزي الفل يعني، وبيدينا كده طاقه ايجابيه. عايزه اقول لكم، ما بتفرج بقى معاكم على الفيديوهات دي الصراحه ببقى سعيده كده وفرحانه، وبفتكر ايام حلوه. كل واحدة فينا لها أيام كده، ذكريات لازم كده نعملها لولادنا، يعني ذكريات لولادنا تفكرهم بالحاجات الحلوة اللي احنا كنا بنعملها لهم. عايزة أقول لكم، احنا كنا زمان يعني واحنا صغيرين، كنا حوالي كده في الابتدائي أو الإعدادي، كنا برضو بنروح البحر، بس كنا بنروح يوم واحد بس. تمام. بناخد كده ميكروباص الشارع بتاعنا كله، بنروح يوم. اليوم ده عايزه اقول لكم ان هو ما اتمسحش من ذاكرتي، كل تفصيله فيه. يوم في السنه بس، بصوا فاكرين كل تفصيله فيه. لما بنقعد مع بعض كده بنقول فاكرين لما كنا بنروح بنعمل ايه، اكلات ايه من بالليل، وبنحضر ايه من بالليل، ونصحى من الفجر نعمل كذا وكذا، وبنيجي بالليل وعملنا كذا في البحر. عايزه اقول لكم ان الذكريات دي بصوا، حاولوا بقد ما تقدروا تعملوا ذكريات لاولادكم، كل واحد على قد امكانياته، تعملوا ذكريات لاولادكم وهم صغيرين. صدقوني مش هينسوها ابدا ابدا يعني. بصوا، احنا كده بقينا بالليل، احنا فضلنا من بعد الظهر في المكان ده يعني. طلعنا على حمام السباحة كده، وبعد ما خلصنا كان المغرب أذن. في حمامات بقى، في حمامات بنغير البنات بيغيروا في الحمام، والولاد برضو بيغيروا في الحمام بتاعهم، وبنبقى واخدين معانا الهدوم الخارجية يعني، عشان يغيروا يعني احنا عايزين الخروجه من اول النهار لحد بالليل يعني. فما لسه بقى هنروح ونيجي، فقلنا ايه،
فقلنا لا ناخد الهدوم بتاعتهم اللي هي بتاعه الخروج وكده، يغيروا في الحمامات وياخدوا شاور وكل حاجه، وبعد كده ننزل نقعد في المكان الجميل ده. عايزه اقول لكم تحفه يا جماعه، بيبقى طراوه برضو زي الفل كده. زي ما قلت لكم، عايزين بقى ايه، نودع المصيف. قعدنا في اليوم ده الصراحه اليوم كامل لحد بالليل، لحد الساعه كده ايه 11 ونص 12 كمان. فانا ايه اديت التليفون لابن اختي، قلت له بص بقى انت اعمل جولة في المكان كله بقى، اعمل جولة في المكان كله للمتابعين. انا كنت طبعا قاعدة انا واختي على الكراسي يعني، في الخضرة بقى وفي في الهوا يعني، ابن اختي بقى عمل لكم جولة في المكان كله. عايزة اقول لكم في مطاعم وفي حاجات كتير، دي الحمامات كده، وفي مطاعم كمان. كل اللي انت عايزاه في المكان ده متوفر الصراحة. وفي كمان يعني مراجيح للأطفال الصغيرين، وفي كمان كافيهات في يعني وايه، وبرضو ايس كريم، فشار، اي حاجة انت بتعوزيها بتقعدي وتطلبيها. طبعا بننزل كده سلم، بننزل نقعد في المكان ده من حمام السباحة، بننزل نقعد في المكان ده. الصراحة كان يوم تحفة جدا يا جماعة. ففضلنا قاعدين الصراحة. طبعا هنطلب ايه عشاء برضو والولد وكده، عشان خاطر احنا ما طبخناش في اليوم ده. احنا بنبقى واخدين اكل معانا في المصيف وبنطبخ، لكن اليوم بقى اللي بيبقى محتارين فيه الصراحة بنقرر ان احنا ايه هنأكلهم بره يعني. تمام. فبصوا هنا بقى كده ايه، برضو مراجيح للأطفال الصغيرين وكده، بينزلوا اللي عايز يروح بقى يتمرجح وكده. وزي ما قلت لكم فشار بقى وايس كريم وحاجات تحفة جدا. فضلنا قاعدين في الطراوة، مكان بصوا متكامل متكامل يعني. وطلبنا عشاء زي ما قلت لكم، سندوتشات برضو كريب بقى باللي عايزينه بقى، بفاهيتا، عايزين برجر، عايزين كريب اللي هي فاهيتا، عايزين اي حاجه بقى. فتعشينا يعني الحمد لله. وكان ده يومي، وكانت ده ليلتي يعني. وعايزه اقول لكم بقى لو عجبكم الفيديو متنسونيش في اللايك والاشتراك، واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامه.